السلام عليكم. ورد استفسارات امبارح من احد الاعضاء. طالب ان احنا نقيم سيارة من على موقع انكار. مبدئيا في الفيديو ده هحاول اوضح لكم ازاي تختار السيارة بشكل كويس، وازاي ان انت تقدر تحسب السعر بما يعادل سعر الدولار او الجنيه المصري بالنسبة للوان الكوري. انا هفتح الموقع هنا انكار. تمام. موقع اهو قدامي، طبعا بيبقى باللغة الكورية، جوجل بيترجم عربي تلقائي لو انا بفتح من على الكمبيوتر. فتحنا الموقع، طبعا هو بيقول لي ترجمة العربية دائما، ماشي. بدأ يفتح الموقع معايا اهو. اروح هنا اقول له بحث سيارة، اختار اي سيارة. مبدئيا انا هعمل معايير البحث بتاعتي، يمكن عملنا فيديو قبل كده وبينا ازاي ان انا اختار من على موقع انكار. هوضح برضو الجزئية دي تاني. معايير البحث بتاعتي اهيا، ده الشركة المنتجة المصنعة. هختار هيونداي، هختار كيا، هختار شيفروليه، هختار رينو، ساويونج. الشركات كلها، الماركات كلها موجودة هنا اهيا، وضحنا الكلام ده في فيديو قبل كده. انا هختار مثلا المرة دي نموذج الكيا مثلا. الكيا هتلاقي موديلات كتير في الكيا، خلينا في الكيا كي 3 اللي هي معروفة، الجميع بيحتاج لها والجميع محتاجها، يعني كانت تكون من السيارات الكويسة جدا بالنسبة للسوق المصري. اخترت كيا، اختار بقى الموديل من كام لكام. هنختار مثلا كي 3 من 2012 ل 2015. خلاص كده بدأنا بحث السيارة، طلع لي 385 سيارة. على هي العربيات موجودة قدامي. هناخد مبدئيا، انا وضحت دي قبل كده، حاول ما تاخدش السيارة اللي سعرها قليل قوي. يعني اللي سعرها قليل قوي دي في الغالب، يعني دي مثلا اما نبص لها 9 مليون و6 مليون و900 ألف. لو أنا فتحت العربية دي كده، لو أنا فتحتها كده، تعال نشوف الفحص بتاعها أول حاجة عشان برضو ما تختارش وتندم بعد كده. بص هنا، في رفرف ده متغير، رفرف ده متغير، في هنا لحامات اهيا، في لحام في الخلف. لو بصينا على العربية من تحت، يعني إلى حد ما نضيفة، موديل 2015. فاللي زي دي أنا ببقى لاقي فيها لحمات كتيرة كده والكلام ده، يعني يفضل بلاش. ودي برضو ملحوظة للناس اللي بتختار عربيات بسعر رخيص، يعني بيفرح ان السعر رخيص بتاعها، او مثلا بيقولوا ان في تجار بيبيعوا عربيات بسعر رخيص. يعني ممكن، لا، احنا بنحاول دايما من خلال الجروب، انا دايما بركز ان العربية تكون اقصى حاجة رفرف يمين رفرف شمال. نفتح دي كده، دي مثلا نسبة العربية ادائها بالنسبة لعربية جديدة، إيه ما شاء الله 51%. تمام. برضو دي بالرغم من كده انها 51 مغيرة الرفرفين الاتنين من تحت، مفيش حاجة فيها. هي تمشي امورها، يعني اللي ممكن بيتنازل شويه عادي، هي رفارف ما بيبقاش فيها قضيه قوي. طبعا نشوف واحده غاليه شويه برضو نقيمها على الموضوع ده. يعني ننزل مع الموقع شويه كده، هاتوا 8 مليون دي، عشان في سياره معينه دي بيبقى الفحص بتاعها صعب شويه، اللي هي الاشاره دي هتلاقي منها نسخه تانية اكيد. طيب نشوف 8 مليون و100 دي. مبدئيا انا ما بختار، برضو فيها 2014، في الرفرف رفرف باب، وفي برضو من تحت لما ابص العربية من تحت بسحب بالماوس كده بلاقي العربية من تحت نظيفة. انا عايز اوصل ان انا اجيب عربية يكون فحصها سليم. في الغالب اللي فحصها يبقى سليم، مش هتكون اقل مثلا من 10 مليون، في الحدود دي كده. وفي حاجات بتبقى لقط في الاسعار القليلة دي، يعني مش كل العربيات بتكون سيئة. فضلت ادور، تعال نشوف العربية دي كده، دي 9 مليون 600. يعني من نطاق السعر واضح جدا ان العربية دي ان شاء الله تكون كويسة. تعالى كده نفتح العربية، فحص الاداء. هلا العربية ما شاء الله بالنسبة لفحص انكار مفيش فيها اي مشكلة. إيه برضو للمعلومة ان المفروض التاجر هيفحصها مرة تانية في كوريا،
ويبين لي اذا كان فيها اي مشاكل. العربيه موديل 2015 ما شاء الله عليها. بالنسبه لفحص الموقع مفيش اي لحمات او اي تغيير فيها. تعالوا برضو نشوف حاجه هنا. دي مثلا 9 مليون 600، جنبها واحده ايه واضح انها فتحه سقف كمان 4 مليون. تعال نشوف فحص دي. هتلاقي العربية دي 2013 برغم انها واضح انها كاملة فتحة سقف. شايفين فيها كمية. اولا الخلف ده بالذات انا دايما ببقى مقلق منه، لان ممكن يكون في قص في الشاسيه. طالما بلاقي حاجة في الخلف كده ممكن يكون مسمح في الشاسيه. طبعا باب في لحمات. تعال نشوفها من تحت كده برضو في لحام من هنا اهو. يعني انا يعني سعرها رخيص جدا بالنسبة للفئة بتاعتها. فاما ابص للعربيه، لا العربيه اي شكلا حلوه وفتحه سقف باينه خالص في الصوره هنا فيها فتحه سقف وادائها 27%. لكن طبعا السعر مبالغ فيه قوي. عموما الاختيار في الاول والاخر، انا الفيديو ده غرضه ان انت تختار وتقيم السعر ازاي بالنسبه لليوان. هناخد العربيه البيضاء اللي احنا ماشيين عليها دي. هاجي اخد بقى المعلومات بتاع العربيه الاول برضو كده عشان تتاكد منها. افتح تاريخ التامين. ده احنا فتحنا الفحص، هنفتح تاريخ التامين عشان نشوف برضو معلومات العربيه بالكامل. هنا معلومات المواصفات العامه للسياره. الناس برضو اللي هتختار في السبورتاج او التوسان او الكلام ده لازم يتاكد من الجزئيه دي. مهم جدا انك تفتح معلومات السياره، معلومات المواصفات العامه للسياره. اختار، هتلاقي المنتج، سنه الصنع، سنه كام العربية. طبعا هنا مهم جدا القدرة بتاع السيارة ما تزيدش عن 1600 سي سي عشان ذوي احتياجات الخاصة. ده موجودة هنا هي بتبقى موجودة في المكان ده عشان الناس برضه تعرف تجيبها منين. بالنسبة للناس اللي هتختار سبورتاج او تختار توسان او الى اخره من العربيات. طبعا برضه الوقود يفضل يكون بنزين اللي هو الغازولين. الوقود يفضل يكون بنزين. تمام. هنا بقى هتلاقي كل معلومات السيارة. يعني لو في اي اللي هو الموقع بيبقى حاططها هنا. واضح ان المالك هنا كان فيه مالك اول ومالك تاني. في 1/4/11 اللي مالك السيارة دي برضو مهمة تبص لها دايما تعرف السيارة كانت معاها كام واحد قبل كده. بس هو عموما حالة العربية الأهم يعني. رقم السيارة الأول اترخصت بتاريخ 4/11/2015 واتنقل ملكيتها بتاريخ 18/1/2022. دي برضو معلومة هي موجودة في لو في حوادث أو تأمين بيبان هنا. كل معلومات عن تاريخ الحوادث لو في حوادث والكلام ده بتلاقي كل المعلومات عن السيارة. والواضح ان الموقع قدامنا هون باللغة العربية. طيب تعالوا نتفرج كده برضو على العربية من جوه عشان برضو نبقى عارفين العربية ايه قبل ما اقيم السعر. يعني اختار زي ما انت عايز وشوف نطاق السعر بتاعك. صور العربية باينة كاملة هي. طبعا ما بيبانش من الموقع بالذات جزئية الرش، لان في كوريا موضوع الرش عادي، بل بيبقى اجبار على العربيه كل فتره قليله ان ما تمشيش غير لما تكون العربيه رشه طبعا. والكلام ده هناك بيتعمل فين؟ في التوكيلات بتاعتها المصانع هناك. هنا عندي العدادات اهي، هلاقي لها صوره اوضح اكيد. العداد بتاع العربيه دي 105,457 كيلو، فوق ال100,000 كيلو. برغم من السعر ده الا انها فوق ال100,000 كيلو. موديل طبعا 2015 انا وضحت. طبعا كل الصور بقى تقعد انت تتفرج على الصور العربية براحتك. دي فيها البيانات العربية. انا بس انا بجيب الجزئية دي دايما عشان العداد. تمام. اشوف العداد بتاع العربية كام كيلو. طيب مبدئيا هنحسب سعر العربية دي مع بعض. سعر العربية دي باليوان الكوري 9,600,000 وان. 9,600,000 وان دول اي عربية لازم ينضاف عليها من 300 ل350,000 وان اللي هم بيسموهم هناك عمولة المعرض. يعني لما بيروح المعرض اللي عرض العربية دي بياخد 350,000 وان كعمولة معرض، ومعروف ان هي بتتحسب على هذا الاساس. اذا العربية دي اصبح سعرها كام؟ 9,950,000 وان. في الغالب ممكن يبقى في فصل في الموضوع ده في حدود 50,000 ولا حاجة. ده حسب بقى التاجر هناك في كوريا لما بيروح يفحص العربية ويشوفها ممكن يفاصل مع المعرض في 50,000 في 100,000. ده على يعني على حسب الايه
الوضع هناك. لكن طبعا ده مش ثابت معانا، يعني بنقول خلينا على الوضع الثابت. انا هجيب محول العملات بتاع جوجل قدامي، هجيب محول العملات اهون، وهحسب المبلغ بتاعها باليوان الكوري. هجيب المحول العملات بتاع جوجل، او في برنامج تاني تطبيق على الجوالات اكس اي كرنسي، ده طبعا بيتحمل من على اندرويد سهل جدا، اللي عايز اللينك بتاعه ممكن ابعتهوله. المهم انك تحول المبلغ، بس دي فكرة، دي طبعا الحساب ده مش دقيق 100%. ادي الوان كوري، وده انا هحول لدولار، وبعد كده هعمل لكم ورقة بتحويل الدولار للجنيه. هحول يونايتد ستيت الدولار. سعر العربية كام؟ احنا قلنا 9,600,000، وده وضيف 350، يبقى 9,950,000. دول سعر باليوان الكوري. طبعا اليوان الكوري السعر اليوان الواحد هنا هون السعر ده يعني في الغالب ثابت بقاله فترة على 81 كده، بوينت 00081. مبلغ العربية دي ايه بالظبط؟ 8,089 دولار و10 سنت. قول 8,090 دولار عشان برضه اما تيجي تحسب يعني مش هتبقى 100%، لازم يبقى في فرق شوية، تبقى 8,090 دولار. إذا مبلغ العربية دي بالدولار كده 8,090 دولار. طيب عايز أحسب بقى إيه اللي مطلوب مني في السيارة. بعد كده هعمل لكم كشف طبعا بكل المصاريف دي في الآخر. المفروض المبلغ ده هيتحول كوريا، عليه عمولة تحويل 4.5%، يعني عشان المبلغ ده يروح كوريا عليه عمولة تحويل 4.5%. هجيب الكالكوليتر ده واخد المبلغ اللي هو قدامي ده كوبي نسخ، واروح اجيب الكالكوليتر واقول له ايه. طيب هو مش راضي يقبل النسخ، هعملها له. المبلغ 8,090 دولار في 4.5%. يعني حصل معايا شوية لخبطة هنا كده عشان الحساب، فأنا حسبتها هي بطريقة تانية لأن دي الألحاظ بتاع الكمبيوتر مختلفة شوية. المهم إن المبلغ اللي أنت هتدفعه عمولة التحويل 364 دولار، ضيفهم على المبلغ اللي هنا ده المبلغ اللي هيروح كوريا عشان تشتري العربية اللي أنت اخترتها من على الموقع. طيب بعد ما خلصنا الحتة دي، عندي كمان عمولة التحويل. عمولة التحويل بتكون عمولة التحويل عمولة التاجر. عمولة التاجر له على العربية 400 دولار. عمولة التاجر له على العربية 400 دولار. ال 400 دولار دول في مقابل رقم واحد، يروح لمكان العربية دي يفحصها لايف، وتبقى حضرتك معاه في نفس التوقيت. تمام، بتشوف العربية وهي بتتفحص لايف 100%، ويجيب لك تقرير فحص بتاعها اللي هو ال3 ورقات، اللي تقرير المرور هناك اللي بيأكد ان العربية سليمة، او تقرير مركز الفحص هناك بيأكد ان العربية سليمة 100%. رقم 2، التاجر ملزم بشحن العربية من هناك ان شاء الله كونتينر سليمة، وبيصورها قبل ما تتشحن عشان برضو لو في اي مشاكل بتبقى اتصورت قبل ما تتشحن. بالنسبة بعد الشحن دور التاجر بس التوجيه، يعني بالنسبة لنا دلوقتي الاتفاق الأخير دور التاجر التوجيه، يواجهك المخلص الجمركي أو الكلام ده. عايز أنت تخلص عربيتك بنفسك، عايز أنت تجيب مخلص جمركي بنفسك، مفيش مشكلة في الكلام ده. بالنسبة لسعر الشحن، آخر سعر شحن جالنا
حاوية كانت $1620 لكل عربية. الحاوية فيها 4 عربيات. الحاوية كانت تقريبا 6560 تقريبا، فيها 4 عربيات. هي الحاوية ممكن تشيل 5، بس إذا شالت 5 في كبوت وشنطة، في عربيتين 2 هيتفكوا. فطبعا الفك والكلام ده مش محبذ بالنسبة لنا. لكن الحاوية احنا قلنا على 4 عربيات، في الحاوية انا مفيش في اي فك لاي عربية، بتبقى $1620. بعد كده عندك مبلغ المينا. مبلغ المينا دلوقتي عرفنا ان الاسعار زادت شوية، ممكن العربية تخش في حدود 20,000 جنيه مصري. هجيب كشف كده برضو واوضح فيه كل الاسعار دي. دي تفاصيل العربية هي قدامي. مبلغ العربية بالوان الكوري عمل 9,950,000. هكبر الأرقام دي شوية عشان برضو تبقى واضحة قدامنا. هكبر الرينج بتاعها كده شوية عشان تبقى برضو واضحة في الصورة. 9,950,000 وان. طبعا ده بالسعر بالكوري. المبلغ ده عادل بالدولار 8,090 دولار. انا حولت الدولار في مبلغ 32 جنيه. اعتبرت ان الدولار ب 32. انا ما اعرفش الدولار بكام النهارده بصراحه، وطبعا الدولار على سعر السوق الموازي مش على سعر البنك، لان برضو انا ما اعرفش السعر السوق الموازي كام. انا حسبت على 32 تقريبا. شوف انت سعر الدولار موجود بكام. طلعت عندي 258,880 جنيه. عمولة التاجر $400. تمام. في 32 طلعت 12,800 جنيه. عمولة التحويل $365 في 32 ب 11,680 جنيه. الشحن 1620 في 32 طلعت 51,840 جنيه. الجمرك اللي هي المبلغ اللي بندفع في المينا بالجنيه المصري حوالي 20,000 جنيه. انا اديتها تقديريا، وحسب معلوماتي انها زادت شويه. كانت الاول 16 17 ما بتزيدش، على حسب ما وصلنا ان في زادت شويه. هو عموما في عربيات هتوصل ان شاء الله في خلال اسبوع هقدر احدد السعر بالظبط. هجمع المبلغ ده كده، اعمل له جمع تلقائي. جمعت المبلغ كله، طلع معايا العربية دي لحد ما تطلع بره المينا تكلف حوالي 355,200. طبعا الناس ممكن حد يشوف ان الاسعار دي مبالغ فيها والكلام ده. لاحظ حاجة، انت بتشتري عربية الفحص بتاعها سليم 100%، ما فيهاش اي مشاكل بالنسبة للفحص، ولسه هتتفحص تاني. لاحظ ان انت شاري بنفسك، يعني انت اي عيوب فيها انت عارفها، انت اللي دافع الفلوس كلها بايدك. مبالغ المينا، مبالغ الشحن والجمارك والكلام ده انت اللي هتدفعه بايدك. التاجر دوره ما هو الا انه يفحص لك العربيه والكلام ده، ودوره انه يأمن لك العربيه لحد ما توصل لمصر، لكن ما تاخدش منك اي فلوس بدون علمك. الحاجه التانيه، انت مختار عربيه نظيفه زي ما قلت لكم. دي مثلا تمنها 9 مليون، دي تمنها 4 مليون. ولو دورنا في العربيات هتلاقي اقل من كده، في اسعار متفاوته في العربيات. لو دخلنا على اوتو ويني هتلاقي اسعار غير كده، لو دخلنا على السكراب هناك هتلاقي اسعار اقل من كده كتير، وعربيات حلوه جدا. ولكن العربيه بتبقى مشكله انها طالعه خدمه، يعني طلعت بره الخدمه، يعني معنى كده لا تصلح للاستخدام، وفي بينزل منها وناس بتركب ومش عارفه اي حاجه. دي بس فكره بسيطه انا قلت اوضحها ازاي حضراتكم، ازاي انك تعرف تقيم سعر اي سياره. المبلغ اللي انا عملته على الاكسل ده انا هبعته على الجروب، هبعت الصوره دي على الجروب ان شاء الله، والفيديو ده هرفعه على قناه اليوتيوب وتقدروا تشوفوه من خلال قناه اليوتيوب. ربنا يوفقنا جميعا، وكل واحد يشتري سيارته على خير، وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم.